ايه رأيكم بقى نعمله حاجة ب20 جنيه دي كفينا بقى طول شهر كامل في ايام المدارس سندوتشات. ممكن كمان نزيد عن شهر وتعمل لنا حاجة تفيدنا وتفيد اولادنا. تابعوا بقى معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. يا اهلا بيكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة احنا معانا كده مكون واحد اهو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا داخلين على ايام دراسة، فاهم حاجة بقى ايام الدراسة ايه؟ السندوتشات. طب هنعمله سندوتشات ايه لاولادنا وتنفعهم وتفيدهم ونبعدوا عن الحاجات المضرة. ايه رأيكم نعمله حاجة كده بمكون واحد؟ انا معايا هنا اهو، ده فول سوداني زي ما انتم شايفين اهو، مكون واحد اهو ولا اي حاجة تانية، متحمص طبعا ومتقشر كله اهو زي ما انتم شايفين كده. هنعمله بيه ايه؟ خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا هنعمله ايه يفيد اولادنا وهيحبوه قوي. طعمه جميل وطبعا ارخص من ما تشتريه من بره. ويا رب كده الفيديو يعجبكم معايا يا رب. ما تنسوش بقى كده اللي معايا اول مره يا ريت يشترك وتحطوا اللايك وخليكم معايا. بصوا بقى عايزين نتكلموا شويه كده عن السوداني قبل ما نعمله الطريقه بتاعتنا. طبعا الطريقه سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه وهتعجبكم جدا، واللي طبعا بيشتريه من بره هيبقى فارقه معاه كتير. يعني ده هنا انا جايبه هنا نص كيلو سوداني. هو متحمص عند الراجل، انا دوب بس قشرته كده. وطبعا لو هجيب البرطمان من بره جاهز هيبقى طبعا بالنسبه لنا اغلى. هنا مش هيكمل مثلا 25 جنيه نص كيلو ده، لو هيبقى يعني لو هيبقى بكام مثلا، يعني النص كيلو مش هيعمل متهيألي 40 جنيه، يعني النص هيعمله 20 جنيه حتى. فطبعا احنا اهم حاجة نعرفه طبعا ان السوداني ده هو المكسرات بتاعت ايه الغلابة. فطبعا يعني كل الفيتامينات كل الفوائد احنا طبعا يعني متغافلين عنه خالص وناسينه. لا ده مهم جدا وجميل جدا ومفيد جدا وفيه فيتامينات جامدة جدا. واللي طبعا مش هيقدر يجيب مكسرات كتير هتبقى ده البديل بتاعنا. يعني اهم حاجة بقى ان احنا نهتموا بالحاجة اللي هتفيد اولادنا ونبعدوا عن الحاجات المضرة شوية كده، عشان الاولاد بجد ابتدوا يتأثروا كتير بسبب الاكلات والشيبسيات والحاجات الجاهزة. نحاولوا نعملوا حاجات كده تفيدهم في البيت. طبعا انا معايا هنا المطحنة اهي ومعايا الفول السوداني. هطحنه وهنيجي ايه نشوفوا هنعمله فيه ايه. هفضيه كده في المطحنة كده طبعا، مفيش حاجة طبعا، مجرد ان احنا هنطحنهم حبة حبة عشان المطحنة بس هنا صغيرة شوية، وهنفضيهم ونشوف هنعمله ايه. طبعا انا عشان صوت بس المطحنة فهقفل الصوت شوية. بصوا معايا كده انا طحنته جامد. بصوا هو عامل زي ما يكون طبقة زيت مع نفسه. طبعا الفول السوداني غني بزيوت جامدة جدا، فهو كده عامل الطبقة. طبعا انا عملته جامد. هكمل بقية، هفضي دول واكمل بقية الكمية ونشوفوا بس هنحط عليهم ايه. خليكم معايا. بصوا بقى انا طحنت كده اهو اغلبيه السوداني خلاص، فاضل الحبه دول. فانا هحط عليه بس معلقه ملح، معلقه واحده كده ملح ايه كده. وعندي هنا العسل، عسل ابيض. انا عندي هنا العسل ده اللي هو بالمكسرات، فانا هاخد معلقه كده بحتتين مكسرات مش هتتاثر. اللي ما عندوش طبعا مفيش داعي، بس انا يعني متوفر عندي العسل ده فهحطه واطحنه بيه. احط معلقه كده كبيره حلوه اطحنه بيها مع المكسرات اللي فيها كده. احط حته همانك واطحنه واقلبهم بقى على بعض كلهم في البرطمان وبس كده احنا خلصنا. خليكم معايا بس نشوفوا اخر حاجه بس. خلاص كده انا خلصت الكميه كلها اهي زي ما انتم شايفين. بقلبها على قد ما اقدر كده من فوق لتحت عشان العسل والملح، معلقه الملح اللي انا حطيتها في الاخر هقلبها بقى على قد ما اعرف. هي طبعا نعمت اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، يعني هتتفرد في اي ساندوتش كده. نص كيلو عملنا برطمان زي ما انتم برطمان شايفين حجمه قد ايه اتملى. ما تكلفش معانا حاجه يا دوبك بس هو حق السوداني. معلقه عسل، طبعا قلنا عسل عادي ابيض مش لازم يعني يكون فيه مكسرات ولا حاجه، والافضل ان انت تحطيه بردك من غير مكسرات. وتحطيه في الاخر بعد ما تخلصي كله وتقلبيه مره واحده كده. انا خلصت معاكم زبده الفول السوداني
طبعا دي حاجة بسيطة وسهلة جدا ومتوفرة معانا، ان اي حد بيعملها. يا دوبك بتطحني السوداني طحن حلو قوي، تنعميه زي ما انتوا شايفين كده، هو بيطلع زيوت كده بتاعته. طبعا دي بتبقى سهلة قوي، كمان لما تيجي تفرديه في الساندوتش بيبقى سهل ان انتي فرد معاكي. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واكون فدتكم بحاجة. وما تنسوش بقى كل اللي عجبه الفيديو اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام.